اهلا بيك يا اخي في حلقه جديده من برنامج كنت في الاستاد. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على تاثير الفراشه، وان ازاي ممكن حاجه صغيره قد كده تعمل حاجه كبيره قد كده في الكوره وتغير في تاريخ الكوره. بس المره دي ممكن نتكلم على حاجه ليها علاقه شويه بتاثير الفراشه، والناحيه التانية ليها علاقه برضو بالدومينيز افكت. حاجات كتير بتحصل، يحصل وراها حاجه، يحصل وراها حاجه، يحصل وراها حاجه، لغايه لما حصلت اكبر حاجه في تاريخ كرة القدم، وهي حصول ميسي على كأس العالم 2022 في قطر. 36 years since Maradona and Mexico. Lionel Messi has conquered his final peak. The little boy from Rosario, Santa Fe has just pitched up in heaven. فتخيل بقى يا أخي إن قصة حصول ميسي على كأس العالم دي بادئة من 2006. 2006 تحصل حاجات بتؤدي إلى فوز ميسي بكأس العالم. بس قبل ما نبدأ يا أخي عايز أقول لك إن إحنا هنا بنصور في كريتورز ستوديو، وكمان عايز أقول لك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتات والحاجات الجميلة دي كلها ممكن تعملها لغاية لما ننزل بالإنترو. هديك الإنترو تعمل الحاجات دي كلها، ماشي؟ خد الإنترو. يا قلبي أنا بصراحة ده قلبي اقعد يا جبل اقعد يا جبل. وكل الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. بص، قبل ما نبدأ الحلقة دي طويلة ومحتاجة فيها شوية تركيز، فلو عايز توقف وتقوم تعمل حاجة تشربها زي ما أنا عامل كده أهو براحتك، لكن لو مش هتعمل براحتك برضه، بس أنا عايزك تركز معايا. يلا بينا نبدأ. هيا بينا، تعالى بقى يا أخي نبدأ القصة بتاعتنا من الماتش الأخير في الدوري النرويجي في موسم 2006-2007. الماتش ده يا اخي كان نادي روزنبرج بيلعب نادي فايكنج. نادي فايكنج ساعتها كان بيصارع على الهبوط اساسا، ونادي روزنبرج عايز اللي هو يكسب الدوري. نادي روزنبرج كسبان 2-1 وخلاص الماتش باقي له 10 دقايق ويخلص، وفي الاخر تيجي كوره يصدها ويمسكها الحارس بتاع نادي فايكنج. الحارس لسه عايز يلعب الكوره بسرعه علشان تروح هجمه مرتده لنادي فايكنج، وممكن اللي هم يتعادلوا وينجوا من صراع الهبوط وكل الحاجات دي. فيروح لاعب من نادي روزنبرج اسمه ميكا كوبينيان يروح لامس الكوره كده والحارس لسه بيلعبها، تروح لاعب الوسط من نادي روزنبرج برضو اسمه رور ستراند ويحطها جون والماتش ينتهي 3-1. علشان بالكوره دي يا اخي نادي روزنبرج يقدر فعلا هو يكسب الماتش، كان ممكن هو يتعادل او حاجه ويكسب الدوري وبالتالي يتصعد للتشامبيونز ليج. ودي تبقى اول قطعه دومينو معانا في القصه. اول ماتش في الشامبيونز ليج لروزنبرج كان ضد تشيلسي على ملعب ستانفورد بريدج، وفي الماتش ده ميكا كوبينيان اللي لعب الكره من ايد الحارس في الماتش اللي فات لو تفتكر يقدر اللي هو يحط اول جون لروزنبرج في الدقيقه 24. بعدها الماتش بيمشي وتشيفتشينكو بيعرف اللي هو يحط الجون في الدقيقه 63 علشان يخلي تشيلسي تتعادل والماتش يكمل ويبقى حاجه قمه في الملل، وينتهي نهايه سيئه بالنسبه لجمهور تشيلسي ب1-1. الفكره بقى يا اخي ان اصلا جماهير تشيلسي كانت ملانه موت من مورينيو المدرب بتاع تشيلسي وقتها، وما كانتش حابه ولا الاداء ولا النتيجه اللي هو كان بيعملهم في الفترات الاخيره. وده علشان مثلا تشيلسي في تاني ماتش في الدوري قدام استون فيلا خسرته، بعد كده تعادلت مع بلاك بيرن تعادل سلبي، وديها كمان في الشامبيونز ليج بتتعادل مع روزنبرج 1-1. فاللي هو كلها نتائج مش قويه خالص قدام فرق صغيره يعني. ومعلومه مهمه يا اخي ان في الستانفورد بريدج في الماتش بتاع روزنبرج ده كان عدد الجمهور 24000 بس، وده معناه ان الاستاد كان فاضي، يعني ما كانش في حد راضي على الاداء ولا النتيجه. وفعلا يا اخي بعد الماتش ده بيومين جوزيه مورينيو راح لرومان ابراهيموفيتش علشان يفسخ عقده بالتراضي، وكمل بقيه السيزون من غير ولا نادي، وكان قاعد في البيت ومش بيدرب حاجه لغايه لما نادي انتر بدا يقع شويه فنيا. ساعتها انتر كان بيدربها روبرتو مانشيني، وساعتها اداءات مانشيني ما كانتش احسن حاجه، فاداره انتر قررت ان هي تمشيه وتجيب جوزيه مورينيو. بس الفكره يا اخي ان اصلا روبرتو مانشيني هو اللي كان عايز يمشي قبلها بفتره، لان الموسم اللي قبليه في دور ال16 كان خسر من ليفربول رايح جاي، وساعتها كان هو اللي عايز يمشي من النادي وقدم استقالته، بس النادي تراجع عن القرار ده وقال لك لا احنا عايزينك خليك معانا. عملوا كده علشان بعد كده هم اللي مشوه صيع. المهم احنا لغايه هنا هنسيب جوزيه مورينيو مع الانتر وهناخد مانشيني نروح بيه على فين بقى؟ على السيتي. خد بالك روبرتو مانشيني ده اللي كسب الدوري بتاع اجويرو لو فاكر. المهم يا اخي روبرتو مانشيني راح السيتي وكان في لاعب هناك ويلزي اسمه كريج بلامي كان بيلعب هجوم. المهم بقى كريج بلامي ده كان عنده مشكله في الركبه وهي الالتهاب في اوتار الركبه. المشكله دي كانت عنده من 2003 وكانت ممكن تخليه يعتزل الكره اساسا. بس كريج بلامي علشان يتفادى ان هو يتصاب الاصابه في الركبه دي وممكن هو يبطل كوره او يعتزلها خالص او كده، فكان دايما معاه معد بدني خاص اسمه ريموند فيرجن، كان بيحط له نظام تدريبي خاص يمشي عليه وهو بس اللي بيتمرنه، مش بيتمرن بقيه التمرينات اللي بتتعمل في الفرقه عادي. المهم يا اخي فيرجن ده بقى كان مشهور جدا بالنسبه لجمهور السيتي،
لان هو كان شخص اكتف قوي على التويتر، وكان على طول بيكتب تويتات سواء عن النادي او اللعيبه او الحاجات اللي بتحصل في النادي، فكان الجمهور دايما بيحب اللي هو يتابعه عشان يعرف حاجات داخليه في النادي. بس روبرتو مانشيني بقى كان عايز ايه؟ كان عايز كريج بلامي يركز في التدريبات الجماعيه بتاعه الفرقه، ويفكس خالص من التدريبات الفرديه اللي بيعملها مع المعد البدني بتاعه، وده علشان يفهم اكتر اسلوب اللعب بتاع مانشيني، يخش شويه في روح المجموعه بتاعه الفرقه والحاجات اللي زي دي. بس طبعا فيرجن المعد البدني ما عجبوش الكلام، وساعتها راح نزل التويته دي، واللي قصده بيها يعني ان انا النظام بتاعي اللي انا حاطه لكريج بلامي زي الفل، ومخلي الواد مش بيتصاب وبيعمل لك اللي انت عايزه في الملعب، فما تجيش انت يا مانشيني يا اللي مرفوض من الانتر تقول لي لا معلش دخلوا لي في التدريبات الجماعيه وتسيب لي الولا وتقول لي معلش اصل انا عشان نظام اللعب والحاجات دي. يا باشا ما انا بقول لك الصح، ما انا مش بتاع جوافه. ولكن في النوادي يا اخي الكلمه الاولى والاخيره بتبقى دايما للمدير الفني، وده معناه ان كريج بلامي زود اكتر في التدريبات الجماعيه، وبالتالي اوتار الركبه عنده بدات اللي هي تلتهب اكتر واكتر، والاصابات بتاعته بدات اللي هي تزيد. فجه ساعتها في التوقف الدولي بتاع اغسطس 2010 ما قدرش اللي هو يلعب مع المنتخب بتاعه ويلز ضد كرواتيا، وده معناه يا اخي ان ويلز المهاجم الاساسي بتاعها مصاب. فساعتها ويلز قررت اللي هي تستدعي لاعب انجليزي اسمه هال روبسن كانو. طبعا انت هتستغرب دلوقتي وتقول لي ازاي يعني يستدعوا لاعب انجليزي وبتاع وهم ويلز والكلام ده كله. هقول لك ان روبسن كانو ساعتها ما كانش لاعب اي ماتش دولي مع انجلترا، وده يديله الحق ان هو ممكن يلعب مع اي منتخب تاني طالما معاه الجنسيه بتاعته. بس يا اخي القصه ان اصلا روبسن كانو راح لمنتخب ويلز بالصدفه اساسا، وده يا اخي لاني المدرب بتاع منتخب ويلز كان اسمه براين فيلن، كان موجود في فتره في انجلترا، كان بيزور كنيسه هناك اسمها كنيسه سيمون، والكنيسه دي يا اخي كانت جنب ملعب تدريب فريق ريدنج اللي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه في انجلترا. فالمهم يا اخي فيلن خلص الزياره بتاعت الكنيسه وبدا اللي هو يخش ملعب التدريب بتاع فريق ريدنج ويسلم على الناس اللي يعرفها هناك، وكان من ضمن الناس اللي فيلن كان يعرفهم لعيب اسمه جلين ليتل كان بيلعب في فريق ريدنج ده، وراح عرف فيلن على روبسن كانو. انت تقعت مني صح؟ ماشي، عشان قلت لك في الاول تعمل نسكافيه او حاجه تفوقك وانت ما عملتش كده، براحتك. صاحبي اعتبر الحلقه دي اتشرحت. يا دين امي يا عم خلاص ما تزعلش، انت حبيب قلبي برضه، انا مش هعمل معاك كده، انت اخويا الصغير. بص يا صاحبي ده مركز التدريب، وده فيلن كان خلص الكنيسه ورايح على مركز التدريب علشان يزور النادي عادي. كان في واحد بقى هو يعرفه اسمه جلين ليتل. جلين ليتل ده وقف معاه كده وهم بيتكلموا مع بعض وعمالين بيتكلموا تك 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 تك، راح جه ايه روبسن كانو وراح وقف، فراح جلين عرف فيلن على روبسن كانو. المهم جلين وهو بيعرف فيلن على روبسن كانو فقال له انت عارف ان روبسن كانو ممكن هو يلعب لمنتخب ويلز عادي؟ ففيلن اتفاجئ قال له ازاي؟ فراح جلين قال له ان روبسن كانو جدته ويلزيه، فبالتالي هو ممكن هو يلعب للمنتخب عادي. ومش بس كده، ده كل شويه بيروح ويزور ويلز في الاجازات عشان بيروح يزور جدته، فهو كده كده واخد على المدينه وعارف اللغه وعارف كل حاجه يعني. وهو في الاول في الاخر كان بيقول ده بصيغه الهزار يعني، اللي هو بنلطف ونعطف ومحدش فينا عارف التاني فيلا بينا نلعب يعني. ولكن براين فلين فكر في الحوار وحطه في دماغه وخلى عينه على روبسن كانو، وده يا اخي اللي خلى فيلن اول لما كريج بلامي يتصاب لاعب مانشستر سيتي يروح مستدعي على طول روبسن كانو. ويا اخي روبسن كانو بدا اللي هو يلعب مع ويلز واحده واحده، وبدا اللي هو يشارك اساسي مره في الثانيه في الثالثه لغايه لما بقى هو المهاجم الاساسي بتاع منتخب ويلز. وفعلا بعد اللقطه دي ب6 سنين روبسن كانو في يورو 2016 يسجل جون من اروع ما يكون، والجون ده اترشح لجائزه بوشكاش في السنه دي. المهم بقى يا اخي بعد الجون اللي روبسن كانو جابه في اليورو، مين بقى حطت عينيها عليه؟ اكيد مش فريق كبير يعني، مش الزمالك مثلا، ويست بروميتش. ايه الحلاوه دي؟ الولد روبسن كانو هيوقع لويست بروميتش وهيلعب في البريمير ليج والدنيا هتحلو والدنيا تظبط، ويلعب مع ويست بروميتش ويبقى المهاجم الاساسي بتاع الفريق، ويلعب موسم في الثاني لغايه ما في موسم 2018 2019 برايتون وهي بتلعب ويست بروميتش في الكاس المهاجم ده يتصاب ويخرج بره. There's no way he can carry on. There's no use to the side standing there. وللاسف ساعتها ما كانش في اي حد ممكن هو ينزل مكانه لان الفريق كان استنزف كل تبديلاته ساعتها. وطبعا يا اخي ده سهل المهمه اكتر على برايتون لان ساعتها الفريق اللي قدامها كان بيلعب ب 10 لعيبه، وخلى المهاجم بتاعها موراي يقدر اللي هو يسجل جونين ويصعد الفرقه للدور اللي بعده في الكاس بنتيجه 3-1. Able to shift it. Well, he does now, and it hits Murray and goes in. Glenn Murray, another chance for Glenn Murray to wrap it up with customary efficiency. Brighton are going to entertain Derby County
in round 5. ولكن يا اخي بالرغم ان برايتون كسبت بس كان عندها برضو ازمه، لان المهاجم اللي كان سجل الجونين دول كان عنده 35 سنه ومحتاجه اللي هي تجيب مهاجم تاني صغير كده ورور علشان يبقى مستقبل الفريق، وده كان باين عليهم حتى في الارقام، لان في الدوري الانجليزي مثلا برايتون كان مسجل 35 جون بس طول السيزون. يعني تخيل في 38 ماتش جايبين 35 جون، يعني بمعدل اقل من الجون في الماتش. ما كانش في حد عامه اقل من الرقم ده في الدوري الانجليزي في الموسم ده غير الثلاث فرق اللي هبطوا. المهم يا اخي برايتون عشان كانت فعلا محتاجه لها تتعاقد مع مهاجم، فراحت بعد ما السيزون ده خلص اتعاقدت مع نيل موباي من برينتفورد ب 20 مليون. وموباي يا معلم بقى فعلا هو المهاجم الاساسي لنادي برايتون، وكان مقدم معاهم اداء كويس جدا 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 لغايه لما في 2020 في اخر السيزون حصلت حاجه كلنا عارفينها. الكورونا جت، الدوريات وقفت واللعيبه كان بيجي لهم كورونا والدنيا كلها بقت فاضيه، مفيش استادات، مفيش دوريات شغاله اصلا، مفيش اي حاجه. ولكن بعديها في يونيو الدوريات ترجع تستأنف تاني علشان يخلصوا السيزون. وفي الشهر ده بقى يا اخي كان في ماتش ما بين ارسنال وبرايتون في الدوري. بص انت شكلك كده من اول هنا هتبدا عارف القصه شويه، فركز معايا. نيل موباي يا اخي دخله على برنان ليدو الحارس بتاع ارسنال غشيمه شويتين ثلاثه، فساعتها لينو اتصاب وطلع بره ونزل الحارس البديل اللي كان موجود في النادي من 2010 وما كانش بيلعب وكان عمال بيترمي الاعراض بره، مره في الثانيه في الثالثه، وهو إيميليانو مارتينيز. المهم يا اخي ايميليانو مارتينيز بعد ما نزل في الماتش ده عمل اداء خرافي، ومش الماتش ده بس، ده قعد فتره كبيره بيتالق وبينقذ ارسنال كمان في اوقات كتير، وكمان قدر اللي هو يفوز مع ارسنال بالاف اي كاب قدام تشيلسي. في الماتش ده اصلا ما كانش بيعمل اكتر من تصديات، كان حرفيا شايل الفرقه كلها على كتافه. ولكن بقى يا اخي اللي حصل ان ايميليانو مارتينيز خد طعنه برده، واول لما لينو رجع فقال لك معلش يا ايمي بقى انت تقعد دكه علشان لينو هيرجع يقف الحارس الاساسي تاني. فايميليانو مارتينيز ما عجبوش الكلام وقال لك لا خلاص انا عايز امشي، فعشان كده راح لاستون فيلا، والمره دي ما كانش اعاره، لا كان شراء نهائي، وكمل التألق بتاعه هناك في الفيلا بارك. وساعتها يا معلم لما راح استون فيلا ده خلاه يتشاف اكتر في المنتخب الارجنتيني، وساعتها الارجنتين كان الحارس بتاعها بيلعب في ريفر بليت وهو اسمه فرانكو ارماني. المهم بقى فرانكو ارماني ده كان بشكل مستمر كان دايما النتيجه بتاعته بتطلع ايجابيه في تحليلات كورونا، فده خلاه ما يلحقش ماتش من ماتشات تصفيات كاس العالم قدام تشيلي. ودي بقى كانت اول مباراه لماريانو مارتينيز، والفرصه اللي من ساعتها اقتنصها وبص مسك فيها بايده واسنانه ورجله وحياته وكل حاجه. الواد ركب وما طلعش من التشكيل الاساسي تاني، كمل التصفيات كلها وتألق للتصفيات كلها، وفعلا الارجنتين تصعد لكاس العالم. ومش بس كده، ده قدر كمان لو ياخد الكوبا امريكا مع الارجنتين في 2021 عشان يتألق ويفوز باول بطوله دوليه ليه وهو عنده 28 سنه. وبعدها واحده واحده ايميليانو مارتينيز يكمل التألق بتاعه علشان يفوز مع الارجنتين بكاس العالم بعد التصدي الاروع من الروعه اللي كان عمله قدام كولومواني، ويخلي الذهب يمسك الذهب. يا دهب انت حلو يا عسل يا جميل. وعشان كده يا اخي القصه اللي بدات من 2006 من وقت ما ميكا كوبينيان رشات الكوره من ايد الحارس وهو بيلعبها، تبدا التتبعات بتاعتها تحصل لغايه ما ايميليانو مارتينيز يعمل التصدي اللي عمله في الفاينل بتاع 2022 بتاع كاس العالم، وميسي ساعتها يقدر هو بيفوز بكاس العالم. وعشان يا اخي القصه تتوه وكتيره، ففكر معايا كده في ميكا كوبينيان اللي جاب الجون، بعد كده جاب الجون في الشامبيونز ليج اللي خلى مورينيو يمشي علشان لما يمشي يروح انتر ويمشوا مانشيني، علشان مانشيني يروح السيتي ويلعب بمهاجم هناك ويزود عليه التدريبات، فلما المهاجم ده يزيد عليه التدريبات يتصاب ويجي مهاجم تاني للمنتخب يلعب مكانه، والمهاجم ده يتألق ويقعد سنين كتير قوي بس بعد كده يتصاب برضه، فيسهل المهمة على فريق تاني وهو بيلعب في ماتش في الكاس. فالفريق التاني ده بقى المهاجم بتاعه يتألق بس هيمشيه عشان المهاجم خلاص كبر، فيجيب مهاجم تاني، المهاجم ده يخش على حارس دخله غشيمه تخليه يتصاب اصابه طويله، فيجي الحارس البديل اللي كان بقاله 10 سنين في النادي مش عارف اللي هو يعمل فيهم ايه، وكان على طول بيتشحطط في اعارات، يلعب ويقدم، خليها كده بقى، يقدم مستوى خرافي ورائع علشان يتبص عليه شويه من ناحيه المنتخب. ويجي الحارس الثاني اللي كان على طول التحليلات بتاعته ايجابيه في كورونا فمش هيقدر هو يلعب، فده اللي هيلعب فيشارك ويتألق ويكسب كوبا امريكا ثم كاس العالم، ويخلي ميسي ياخد بطوله هو ما قدرش اللي هو ياخدها طول السنين اللي فاتت مع انه راح الفاينل منها، وكذلك كوبا امريكا، وكل ده بفضل ايميليانو مارتينيز والتصديات الكتير اللي هو كان بيعملها في البطولتين الاولانيين. بس بص اسف، الحقيقه ان كل اللي احنا بنقوله ده محدش يقدر يقول هي عمليه الربط دي صح 100%،
مرورا بالكنيسه اللي كان شخص بيزورها، للشخص اللي كانت دايما نتيجته ايجابيه في كورونا، للشخص اللي كان قاعد دكه وفجاه بدا يلعب بعد كده راح نادي تاني. كل الحاجات دي لا تدل ان هي حصلت قصد او حصلت بترتيب منطقي او حد كان ليه يد في اي حاجه من الحاجات دي. بس الفكره برضو ان زي ما محدش يقدر يثبت ان ده حصل بشكل منطقي، محدش يقدر ينفي. ودي حاجه ممكن تخلي بالنسبه لنا احنا القصه دي مشوقه وممتعه كناس بتحب الكوره في العادي يعني. فانك تسمع قصه بدات من الدوري النرويجي، من كوره بتتخبط في ماتش انت ممكن تكون ما سمعتش عنه في حياتك اساسا، لغايه انك تشوف ميسي وهو بيرفع كاس العالم، دي حاجه اسطوريه. فيا اخي احنا كده خلصنا. لو انت عجبتك الحلقه وعجبتك تتبعات الاحداث وحسيت ان هي حاجه جديده على ودانك، استسمحك في اللايك ثم الشير ثم السبسكرايب ثم الكومنت. وما تنساش ان احنا هنا مصورين في كريتور ستوديو. اتمنى الحلقه تعجبك يعني، واتمنى ان احنا نشوفك تاني. سام مرسي.